وحدثني أحد خطباء المساجد بجدة عن قصة حصلت في مسجده. يقول أحد تجار جدة في مرحلة من مراحل حياته رأينا الرجل تغير. يقول والله لم يكن المصحف يفارق إلا في وقت صلاة يؤديه، أو لقمة يطعمها، أو وضوء يتوضأ، أو نائم. غير هذا المصحف في يده. يقول عنده 3 مصاحف. يقول مصحف في السيارة وهو مع السائق يقرأ، ومصحف في البيت، ومصحف عندنا في مسجد. يقول ما كان يترك القرآن، كان يختم في كل 3 أو 4 أيام. يقول ما أتيناه في مشروع إلا ورأيته كالسيل الجاري، ينفق هنا وما يسمع بنصرة المسلمين في مكان، طباعة أشرطة في مكان، طباعة كتيبات، أي أمر لله عز وجل نحسبه والله حسيبه ينفق فيه ولا يتردد. يقول ثم كان يجمع الناس في كل يوم اثنين وخميس حتى يفطروا في المسجد. قال فأخذ سكان الحي يكتظون، صار الصيام عنده يوم الاثنين والخميس. تخيل في كل صيام يوم نافل يبعد الله عن وجهك النار 70 سنة. قال فأخذ الأقوام يتوافدون في الحي. يقول ثم جاء ذاك اليوم وكان من عادته أن لا ينصرف بعد الفجر حتى يجلس إلى الإشراق وهو يقرأ كلام الله عز وجل. يقول ما دخلنا في يوم قبله، يدخل قبل المؤذن معه مفتاح المسجد، ندخل نراه، نخرج نراه. قال فكان ذاك اليوم لما صام في يوم الاثنين أو الخميس فأخذ يفطر هذا ويمد تمرة إلى هذا وكوب ماء إلى هذا في سفرة الإفطار في ساحة المسجد، وهذا يدعو له بالرحمة، وهذا يدعو له بالمغفرة، وهذا يقول جزاك الله خير، وهذا يقول غفر الله لك، والآخر يقول اللهم أحسن ختامه. يقول ثم ذهب أمامنا، يقول ثم توضأ ودخل المسجد. قال فقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم خر ميتا أمام الناس. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سبحانك يا عظيم. انتقل من نافلة يقول الله جل جلاله هي لي وأنا أجزي بها، إلى فريضة هي أحب ما افترض الله عز وجل بعد الشهادتين، عمود الدين. انظر كيف يختم الله لهؤلاء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. من لدنه تكفي، وأجرا تكفي، وعظيما أعظم من أن تكفي. فأخذت المصحف الذي في مسجده، يقول ففتحته، وكان آخر ما قرأ فيه قبل أن يقوم لسفرة الإفطار. قال ففتحت قرآنه ومصحفه فوجدت الآيات التي وقف عندها: إن الله اشترى من المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سبحانك ما أعظمك، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. أخي الغالي، أين أكثر وقتك؟ هل هو أمام الإنترنت في الأثر؟ من عاش على شيء مات عليه. وفي صحيح مسلم قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: من مات على شيء بعث عليه، أو كما قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فذاك يحشر صائما، وذاك يحشر مصليا، وذاك يحشر مع صاحبته، وذاك يحشر في زنا، وذاك يحشر مخمورا، وذاك يحشر. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.